العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 21 مواطن بفيروس كورونا اليوم. جهود لتوسيع خدمات شركة حارات للمواصلات العامة في إقليم القاش بركة. دورة تأهيلية للإدارة والقيادة في إقليم شمال البحر الأحمر. أكثر من 5 ملايين وفاة بكوفيد-19 في العالم. بوتين يحذر واشنطن من نشر صواريخها بأوروبا. قتلى ومفقودون في انهيار مبنى قيد الإنشاء في نيجيريا. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في أقاليم الجنوبي والأوسط وعنسبة أظهرت إصابة 21 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 12 إصابة في الأقليم الجنوبي، 11 في إنداغرغيس، وواحدة في عد قيح، وثلاث إصابات في إقليم عنسبة، 2 في كرن، وواحدة في حمل مالو، و6 إصابات في الأقليم الأوسط. في غضون ذلك شفي 4 مرضى كورونا، 3 من إقليم عنسبة و1 من الأقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6860، شفي منهم 6736، وتوفي 45 مريضا، فيما لا يزال 79 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 2 نوفمبر 2021. أعلن مسؤول شركة حارات للمواصلات العامة في إقليم القاش بركة السيد عبد الله إبراهيم أن الشركة تعمل لتوسيع خدمات في الإقليم، وأوضح بذل الجهود لتوفير الخدمات في المديريات التي يشقها الطرق المسفلتة، وتقدم الخدمات الجيدة من وإلى مدن بارونتو، تسني، أقردات. وأشار إلى بدء الخدمة على طريق تسني أم حجر ذوي الأهمية الكبيرة، ووجود برنامج لبدء الخدمات على طرق بارونتو شيلالو، وبارونتو ملقي، وبارونتو شامبوكو، وأقردات فورتو ساوا. وذكر القيام بالمراقبة الجادة لضمان تقديم خدمات جيدة وإجراء الاستعدادات اللازمة لفتح ورشة في أقردات لصيانة الحافلات سريعاً. وأوضح مسؤول شركة حارات للمواصلات العامة في إقليم القاش بركة السيد عبد الله إبراهيم جهودهم المتواصل لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، داعيا المجتمع لتعزيز تعاونه للحد من الإهمال الذي يبديه الركاب. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم شمال البحر الأحمر دورة تأهيلية في الإدارة والقيادة ل34 شاب من مكاتب الوزارات في جميع المديريات. واشتملت الدورة التأهيلية التي استمرت ل21 يوما التنظيم والقيادة المنسقة، وإعداد الدراسات، وفكر الثقافة المؤسسية، والإدارة الجيدة، والإدارة والقيادة، وإدارة وحل الخلافات في مكان العمل، والقيادة، وتطوير السياسة المجتمعية. وأوضح مسؤول الشؤون السياسية في فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الأقليم الشاب تخل الزرعي في مراسم اختتام الدورة التأهيلية في 1 نوفمبر أن الهدف ترسيخ فكر علمي للإدارة والقيادة. وقال رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين في المناسبة إنه على ثقة لقيام المشاركين في الدورة التأهيلية بدور طليعي في مكان عملهم. من جانبها أوضحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة أهمية تأهيل وتطبيقه على أرض الواقع. بحث مكتب التعليم في مديرية طارونا في اجتماعات عقدها تحت شعار الجهد المشترك للنهضة والإنتاجية سبل تقوية العلاقة بين أولياء الأمور والمدرسة لتطوير العملية التعليمية. وشدد مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ سليمان محمود على أهمية دور أولياء الأمور لتحسين نتائج الطلاب، وقال إن نسبة النجاح في الشهادة الوطنية الثانوية
كانت هذه السنة 54% في امتحانات الشهادة المتوسطة 25%، وتحتاج هذه النتيجة العمل المنسق الفاعل. وأوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد هايلة منقشا أن تقوية لقاءات أولياء الأمور والمعلمين والطلاب ضروري لإنجاح العملية التعليمية. وأكد أولياء الأمور على تعزيز العلاقة مع المدرسة والعمل لتقوية رغبة الطلاب في التعليم، وطالبوا ببناء سور في المدارس وصيانة البنى التحتية. وقدمت الجوائز في المناسبة للطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية. وتوجد في مديرية طرون 32 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية و6 نقاط التعليم الكبار. أوضح مكتب وزارة الصحة في مديرية الدخالة تنفيذ مهام فعالة لإصحاح البيئة في المديرية. وقال مسؤول المكتب السيد ميكائيل تامورو في مراسم تدشين إصحاح بيئة ضحية غاز حملة أن النجاح الذي تحقق نتاج الوعي المترسخ والمشاركة القوية للمجتمع. من جانبه أوضح السيد مدهاني جبر ميكائيل من وحدة النظافة البيئية في الإقليم الجنوبي أن إصحاح البيئة يسهم لدور كبير لمكافحة الأمراض المعدية وضمان الصحة العامة. نشرتنا تتواصل بعد الفاصل. تسبب كوفيد-19 في وفاة أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019 استنادا إلى أرقام رسمية. ويأخذ هذا التعداد في الاعتبار الوفيات التي سجلتها السلطات الصحية الوطنية، لكنه لا يمثل سوى جزء من الوفيات المرتبطة فعليا بفيروس كورونا. وتقول منظمة الصحة العالمية إنه بالنظر إلى زيادة الوفيات المرتبطة بكوفيد بشكل مباشر وغير مباشر، فإن الحصيلة الفعلية للجائحة يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى 3 مرات من تلك المسجلة رسمياً. وفي وقت انخفض عدد الوفيات اليومية في جميع أنحاء العالم للمرة الأولى منذ قرابة العام إلى أقل من 8000 في بداية أكتوبر، فإن الوضع متفاوت بين القارات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا سترد على محاولات الدول الأخرى لكسر التكافؤ الاستراتيجي، في إشارة إلى نظام الدفاع الصاروخي الذي تنشره الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو. وتشعر روسيا بالقلق من أن نظام الدفاع الصاروخي الفعال سيسمح لخصومها الغربيين بالتخلي عن عقيدة الدفاع المضمون المتبادل التي منعت لعقود من الزمن القوى النووية العظمى من مهاجمة بعضها البعض. وقال بوتين أيضا إن مشاركة سفينة القيادة البحرية الأمريكية ماونت ويتني في تدريبات الناتو في البحر الأسود كانت جزءا من اتجاه نحو نشاط عسكري غربي أكبر بالقرب من حدود روسيا. وقال بوتين في اجتماع مع القيادة العسكرية والمتعاقدين الدفاعيين: نعلم جيدا أن بعض نظرائنا الأجانب لن يتوقفوا عن محاولة كسر هذا التكافؤ، بما في ذلك عن طريق نشر عناصر دفاع صاروخي عالمي على مقربة شديدة من حدودنا. انهارت ناطحة سحاب قيد الإنشاء في العاصمة الاقتصادية لنيجيريا لاغوس، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل ومحاصرة العشرات في حصيلة مرشحة للارتفاع، لا سيما وأن عشرات العمال لا يزالون تحت الأنقاض. وفي حين كان عشرات العمال في موقع البناء، انهار المبنى المؤلف من 21 طابقا والواقع في حي إيكوي الفخم في لاغوس. وقال إبراهيم فارينولي من الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إنه تم إنقاذ 4 أشخاص حتى الآن وانتشال 4 جثث من الموقع، مشيرا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.
وتعتبر إيكوي من أكثر المناطق السكنية والتجارية تمييزاً في لاغوس العاصمة الاقتصادية التي يقطنها نحو 20 مليون شخص. كشفت دراسة جديدة أن كمية الجليد البالغة 3.5 تريليون طن التي ذابت في غرينلاند خلال العقد الماضي أدت إلى ارتفاع منسوب مياه البحار العالمية بمقدار سنتيمتر واحد، وازدادت من مخاطر الفيضانات في جميع أنحاء العالم. وتحتوي الطبقة الجليدية الموجودة فوق أكبر جزيرة في العالم على ما يكفي من المياه المجمدة لرفع المحيطات حوالي 6 أمتار على مستوى العالم، وسط تزايد حالات الذوبان الشديدة هناك في العقود الأربعة الأخيرة على الأقل. وتعتبر الدراسة هي الأولى التي استخدم معدوها بيانات الأقمار الصناعية للكشف عن الجريان السطحي للجليد في غرينلاند، وذلك على الرغم من أنها واحدة من أكثر الأماكن التي خضعت للدراسات على وجه الأرض من جانب علماء المناخ. وقال الباحثون إن جريان المياه الذائبة في غرينلاند ارتفع بنسبة 21% على مدى العقود الأربعة الماضية. انتهت النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. إصابة 21 مواطن بفيروس كورونا اليوم. جهود لتوسيع خدمات شركة حارات للمواصلات العامة في إقليم القاش بركة. دورة تأهيلية للإدارة والقيادة في إقليم شمال البحر الأحمر. أكثر من 5 ملايين وفاة بكوفيد-19 في العالم. بوتين يحذر واشنطن من نشر صواريخها بأوروبا. قتلى ومفقودون دون في انهيار مبنى قيد الإنشاء في نيجيريا. إلى اللقاء.